العواف عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا بيتزا حلوة قوي، بيتزا هشة كده وخفيفة ورقات رقات، وفيها كل اللي انتوا حابينه من خضار او جبن زي ما انت عايزة حطي فيها. تعالي نشوف عملنا البيتزا دي من ايه. احنا ما عجلناش ولا قلبنا ولا خمرنا ولا اي حاجة. جبنا لفة جلاش كانت في التلاجة، اللفة دي كانت مكسرة زي ما انتوا شايفين عندي كده. فانا اعمل بيها ايه؟ مش هتنفع حتى اعمل بيها اي حلويات. فرحت جايبة السكينة بتاعتي كده وعلى ال القطاعة بتاعتي، ورحت مقطعاها شرايح. الشرايح عاملة ازاي؟ هتشوفوها دلوقتي. هتمسكيها كده كأنك بالظبط مسكتي ورق، ورحتي مقصقصاه شرايح شرايح زي بتاعت زينة رمضان كده. بصوا عاملة ازاي اهي، سايبة من بعضها خالص. قطعي بقى لفة الرولة بتاعة الجلاش دي كلها، وهقولك دلوقتي هنحطها ازاي ونعمل بيها ايه. وهتبقي مبسوطة جدا وانتي بتعمليها، وكل مرة هتجيبي لفة الجلاش وتقولي اعزنها بغزت، يلا بينا نعمل بيها بيتزا. و- وبصوا بقى عندنا كمية كبيرة قد ايه. يلا بقى بينا، هاتي كده ايه صاج او صينية عندك ومربعة مدورة زي ما انت عايزة، وادهنيها سمنة او زيت، ورصي فيها نص الكمية بتاعتك، ووزعيها كويس. غطي بيها الصينية كلها، غطي اول جزء. وبعدين انا كان عندي بقى شوية سجق، وعندي كام فلفلاية وطماطمايه، ورحت مقطعاهم كده، ورحت حطاهم على نص معلقة من السمنة، ورحت مقلباهم مع بعض بشوية توم وتوابل، وتك تك 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 عملناهم ايه، عملناهم كده. وبعد ما حطينا نص الكمية، حطينا نص الكمية التاني من السجق والفلفل والطماطم والتوابل الجميلة بتاعتنا، ووزعتها على الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. عايزة تحطي كمان جبن، حطي جبن براحتك، مش عايزه خضار خالص برضو براحتك. دي في ايديكي، الحشو بتاعك في ايديكي، انت حره اعملي فيه اللي انت عايزاه. هنوزع الحشو بتاعنا ده زي ما انتوا شايفين كده. انا كانت عندي كميات صغيره بس استعملتها، ما وقفتش وقلت لا مش هتكفي لا، هتطلع برضو بيتزا زي الفل. هاتي بقى النص التاني من الجلاش، وروحي مغطيه بيه اللي انت عملتيه ده كله. سهل جدا وبسيطه، ما بتاخدش معانا وقت خالص. غطينا بيه كل الخضار، رحنا جايبين بقى بولة حاطين فيها كده كوباية لبن كبيرة، ورحنا كسرين فيها بيضة، وتقلبي البيض في اللبن بتاعك ده كويس جدا زي ما انت شايفة كده. وحطي بقى فلفل اسود والملح بتاعك، ويعني تبليها بقى زي ما انت عايزة. التتبيلة بتاعتك فلفل اسود وملح وزي ما انت عايزة، وقلبي قلبي قلبي قلبي. وكمان حطينا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبرده ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا. وقلبنا كل الحاجات دي مع بعضها. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصودا يا جماعة، حتة صغيرة كده على طرف المعلقة الصغيرة. وحطينا كمان قولي كوباية زبادي، بس هي معلقتين كبار يعني، بس هي كوباية زبادي. دايما الحاجة كده تطلع مني بره، يا ساتر. حطينا كوباية الزبادي وقلبنا كل الحاجات دي في بعضها، تك 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 تك. وبعدين هنعمل بيهم ايه يا حلوين؟ هننزل بيهم بقى على الصينية الجميلة بتاعتنا اللي احنا غطيناها بالجلاش والخضار والجلاش التاني، وهنسقي بيها كويس. ممكن تزودي الكمية، وممكن الكمية تبقى مظبوطة معاكي حسب الصينية اللي انتي بتعملي فيها. انا الكمية كانت ناقصة شوية، وعملت شوية تانيين ورحت مزوداهم عليها. فعلا الكمية كانت صغيرة، فانا زودت شوية كمان، ورحت حطاهم على الوش، ودخلناها الفرن على فرن مسخنينه من قبلها. وبعدين رشينا الاول عليها، رشينا بقى اي شويه جبن عندك، مش انا قلت لك جبن من فوق او من تحت، انت زي ما انت عايزه. انا حطيت الجبن على الوش، ورحنا مدخلينها الفرن اللي احنا مشغلينه من بدري زي ما انت عايزه. لو التايمر بتاعك موجود يبقى على 150 او 170، لو مفيش تايمر يبقى توكلي على الله، الفرن يبقى سخن قبلها ب10 دقايق. دخليها تطلع بالمنظر القمر اللي انت شايفاه ده. هتقطعي وتاكلي انت وولادك، والف هنا وشفا. وما بنرميش حاجه، احنا اي حاجه في البيت بنستخدمها حتى لو هي اتقطعت او اتبهدلت، وبالعافيه والف هنا وشفا. متنسوش اللايك بتاعي. كل سنة وانتم طيبين.